نعمل فيه برطمان بالشكل ده اهي. جميله جدا، ممكن تتحط في سلطه، ممكن تتاكل كده عادي. كمان العدس، عدس بجبه اهو. طعمه جميل جدا. دي طريقه جديده لزرع الحلبه المنبته او الحلبه المستنبته. انا دايما بحب جدا جدا الحبوب انبتها بالشكل ده. طبعا دي طريقه انا عملت قبل كده طريقه بالمصفى. النهارده هعملها لكم بطريقه جديده شويه بالبرطمانات. طبعا عندنا برطمانات كتير في البيت، ممكن تعمليها بتعملي تزرعي كل الحبوب اللي انت عايزاها تنبتيهم. طبعا تنبيت الحبوب بيبقى مفيد جدا للجسم. ممكن تعمليها في سلطه، ممكن تعمليها لو هتنبتي مثلا لوبيا او مثلا فول صويا، ممكن تعمليه في الاكل الصيني مثلا او في السلطه. طبعا شكلها بصوا عامله ازاي. طبعا كتير قالوا لي ان لما بييجوا يعملوا الحلبه بتعفن منهم، تعفن يعني مجرد ان هي بتضم في بعضها كده وتبقى لزجه شويه، مش بيعرفوا يعملوها بسهوله. حتى الطريقه اللي انا عملتها معاكم قبل كده في المصفى طبعا هحطها لكم في التعليقات، او تدخلوا في صفحتي على الفيس او اليوتيوب باسم مطبخ جدتي الشطوره هتلاقوه. طبعا التنبيت الحبوب سهل جدا بالنسبه للطريقه دي، طريقه سهله وفكره نميسه، عملوها بمنتهى السهوله المستحيله. شايفين ده مش حلبه، ده عدس بجبه، شايفين عامل ازاي. طبعا هعملها لكم النهارده بمنتهى السهوله المستحيله. يلا بينا نشوف الطريقه، يلا معايا. اول حاجه برطمان عادي طبعا مغسول ومتعقم. طبعا البرطمانات عندنا كتير، هيبقى جميل جدا لما تستخدميها في تنبيت البذور. طبعا هنا برطمان عادي بحط فيه حلبه، طبعا غسلها كويس بالشكل ده. طبعا اغسليها كويس جدا لان بيبقى فيها طينه. بعد كده ببدا احط لها الميه، طبعا الميه يا تكون مغليه قبل كده وبردت يا اما مفلتره، وتسيبيها ساعتين بعد ما تاخديها من الحنفيه، تسيبيها ساعتين عشان الكلور اللي في قلب الميه بيبوظ النبات. حتى لما تزرعي مثلا حاجه وتيجي تسقي نبات تكون ميه مفلتره او مغليه قبل كده ومتسابه ساعتين. بحطها طبعا بغمرها بالميه بالشكل ده. طبعا هنا هنقعها حوالي 12 ساعه، هنقعها حوالي 12 ساعه او من بالليل للصبح. طبعا بعد ساعتين اشيلها من الميه اللي فيها واعملها ازاي بقى. يعني هي بعد ساعتين بفضل افركها بايديا زي ما قلت لكم قبل كده في طريقه الحلبه الثانيه، تفركيها بايديكي كده او كده عشان ايه تطلعي البذور اللي تطلعي البراعم منها. طبعا بعد ساعتين بس. بعد كده بتسيبيها بقى تتنقع حوالي 12 ساعه. بغطيها كده، بغطيها بالشكل ده واسيبها تتنقع 12 ساعه. طبعا هنا منقوعه 12 ساعه، انا هنا عشان اختصارا للوقت نقعتها قبل كده 12 ساعه بتبقى دي شكلها. وطبعا فرقاها بعد ساعتين، فركتها كده بايديا، خدتهم كده وفركتهم بايديا. بعد كده ابدا احط لها التله او الشاش او مثلا يكون حته قماشه خفيفه جدا بتطلع الميه منها، واحطها بالشكل ده وباستك اعملها كده بالشكل ده كده، تبقى كده، واصفي الميه منها خالص كده. طبعا كمان ممكن تنبتي اللوبيا، بحطها كده برده في برطمان واحط عليها ميه، اغمرها بالميه بالشكل ده، وبعد ساعتين برده بفركها بايديا لغايه ما تطلع البراعم اللي فيها. يعني هتفركها بس مجرد بس كده ثانيتين كده بايديا، واحطها تاني في الميه انقعها 12 ساعه. هنا بعد مرور يومين على الحلبة شايفين شكلها عامل ازاي، وطلعت البراعم منها زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي. ببدأ بقى طبعا هي بتتعمل لازم تتحط في مكان يكون عتمة شوية زي ما قلت لكم قبل كده في المصفى، في طريقة المصفى. وكمان هي بتحب المية قوي، يعني لازم تزقيها كل مرتين في اليوم او 3 في اليوم. بتحطي المية بالشكل ده وتقلبيها كده وتحطيها.
طبعا الشبكة اللي انتوا شايفينها دي محطوطة بشكل مائل عشان تبقى البرطمان مايل شوية، وده الطريقة الصحيحة والسهلة اللي انت تعمليها. طبعا عشان في مكان يكون عتمة شوية بغطيها زي ما انتوا شايفين، وممكن يكون البرطمان غامق شوية عشان هي ما بتحبش الضوء قوي. فبعد كده هنا بعد حوالي 3 ايام، وطبعا بسقيها بالمية زي ما وريتكم 3 مرات في اليوم او مرتين في اليوم، يكون حلو قوي عليها. شايفين هنا بعد حوالي 4 ايام، وطبعا بتنزل المية من حتة الشاشة اللي انا حطاها، وده العدس بجبة. هنا بعد ما خلصت وقعدت هنا حوالي 5 ايام بالظبط، ممكن تقعد اكتر من كده لو البرطمان كبير شويه. يعني هنا بصوا ملت البرطمان، مع انها حبه صغيرين حطيتهم، بصوا ملت البرطمان ازاي زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا عامله ازاي، شايفين مفيش عفونه خالص فيها، وعامله ازاي زي بالظبط طريقه بالفخار، طريقه الحلبه بالفخار برضو، زرع تنبيت الحلبه بالفخار. فدي سهله جدا. طبعا ما عندناش فخار نعمل فيه برطمان بالشكل ده اهي، جميله جدا. ممكن تتحط في سلطه، ممكن تتاكل كده عادي. كمان العدس، عدس بجبه اهو، طعمه جميل جدا. ممكن تعملي اي حبوب تحبيها، لوبيا، عدس بجبه، حلبه، مثلا فول صويا، اي حبوب، فاصوليا، اي حبوب بتحبيها. طبعا طريقتها سهله جدا، اتمنى تجربوها وتقولوا لي في التعليقات رايكم، وكمان يا ريت لايك ومشاركه مع اصحابكم عشان يستفيدوا. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامه.